ما عدا الحمام بتبقى سيراميك. فالمشكله في ايه بقى؟ المشكله ان الارض بتاعه الحمام مش زي عندنا في مصر، مفيش بلاعه، مفيش درين، مفيش حاجه تكب ميه على الارض وتبقى تمسح في الاخر بالمساحه وتنشف الدنيا يعني. مفيش الكلام ده هنا. الحمام بتاعك يكون ناشف دايما، يكون مفيهوش ميه على الارض، لان ممكن تعمل مشاكل على الناس اللي تحتيك يعني. ارضيه الحمام ما بيتكبش عليها ميه، ما بيتسيقش فيها حاجه، ما بي... خالص خالص خالص. ودي كانت اول حاجه انا ما كنتش اعرفها، لان اول ما جيت المانيا فاللي هو بقى ايه بقى يعني الهيصه بقى الواحد بيعملها لما بيدخل الحمام بقى يغسل وشه على الحوض وما اعرفش ايه ونطرطش على الارض وبتاع، وبعدين في الاخر نبقى نشوف بقى الارض ونبقى يعني ايه نجيب شويه الميه دول على جنب وخلاص على كده. فاكتشفت ان مفيش بلاعه في الحمام، فاللي هو طب انتوا عايشين ازاي من غير بلاعه؟ فطلع ان البلاعه الوحيده اللي موجوده بتكون في الشاور، في المكان اللي بتاخد فيه شاور. طبعا يعني شيء منطقي عشان الميه يعني تلاقي لها مصرف، لكن غير كده لا. فخلي بالك لو انت في حمام في المانيا ما تكبش ميه في الارض. المكان الوحيد المسموح لك فيه انك تفتح فيه الميه على الارض هو الشاور. حاجه